السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة ابداعات فرح. طبعا انتوا واخدين بالكم احنا هنعمل ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل سمك. ناوي اعمل سمك المكاريل ده، هعمله سمك مقلي بس هحشيه بالخلطة اللي ان شاء الله هنعملوها مع بعضينا. هوريكم حتتين خلطة هنحشي بيها السمك المكاريل المقلي، هتبقى ان شاء الله خطيره جدا جدا. وكمان هنا معايا السمك البلطي، معايا يعني سمكتين حلوين كده في حدود الواحده نص كيلو مثلا او اقل زي كده. المهم دول هنعملهم ان شاء الله. السمك البلطي ان شاء الله هنعمله سمك بالفريك. معرفش في ناس تعرفه وناس ما تعرفوش، بس بتهيألي هو معروف. سمك بالفريك طبعا ده هنعمله بيبقى تحفه. وطبعا ما ينفعش نعمل سمكه ما يكون لازم يكون عندنا الخلطه بتاعه الخضار دي، الطماطم والفلفل والكزبره والجرجير والبقدونس والبصل والليمون. الحاجات دي لازم تكون موجوده عندي بكثره كده عشان خاطر اتفنن في عميل السمك، لان السمك روحه في الخضار. واحنا كمان زي ما قلنا هنحشيه خضار، وطبعا الخضار هيكون من الحاجات الموجوده قدامك دي. والسمك ده هنعمله زي ما قلنا. وهنا انا جهزت التتبيله بتاعت السمك. التتبيله دي معموله من الكمون والفلفل الاخضر الحامي، حطيت كده زي قرنين بس، وملح وكمون وشطه. دي كل الحاجات بتاعتي. ما حباش احط طبعا، ولا ما بحبش في السمك احط فلفل اسمر. وكمان ما حطيتش شطه عشان خاطر انا حطيت فلفل حامي، فمش محتاجه احط شطه. بس حاطه زي فنجان خل، وحاطه فيه ليمونتين عشان كده تلاقيها سايله، اللي هي المعجون اللي انا عاملاه ده اللي هحيق بيه السمك. طبعا انا دلوقتي همسك السمك بتاعي ده كله هحيقه من جوه، والسمك ده كله زي ما انت شايفاه كده. وهوريكم الخلطه بتاعت السمك بتاعي اللي احنا ان شاء الله هنقليه، بس هنحشيه طبعا بالخضار او مش بالخضار، بالتتبيله وخلطه كده. بصي من الاخر حاجه كده ما حصلتش. ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. بس زي ما قلت لكم اول حاجه ناويه اعملها دلوقتي، هجيب السمك بتاعي واحشيه كده بين الثوم والكمون، والتتبيله بتاعته فيه الليمون وفيها الملح وفيها كل حاجه بالطريقه دي. هخلص الكميه كلها الموجوده دي قدامي. وكمان السمك ده نفس القصه. السمك ده على فكره قبل ما بحطه في الفرن بالفريك انا بقليه، بحيقه بالتحقيقه العادي بتاعتي دي، وبعدين على طول بقليها كأن سمك عادي بيتقلي عادي خالص. وبرده كله ده هتشوفيه معايا ان شاء الله خطوه بخطوه. ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين احنا هنبدا كده في الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا انا حطيت قرن فلفل حار زي ما انت شايفاه كده مقطعاه واحد بس، مرضتش اقطع كتير. لو ممكن محباش الحاجه السبايسي ممكن تحطي فلفل رومي تقطعيه صغير خالص خالص كده. اما هنا معايا يعني بصي مش هقولك كزبره خضراء، بقدونس وشبت، واخده من كل حزمه كده زي ربعها. يعني من كل حزمه من الثلاث حاجات اللي قلتهم دي زي ربعها كده، وقطعتهم كده مع بعض. طبعا انا ما رضيتش افرمهم في الكبه كل حاجه بتاعتي دي، لان انا عاوزه الحاجه بتاعتي ايه ما تكونش مفرومه قوي. قطعت الحاجه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده. وهنا بشرت حبايه واحده من الطماطم، انا بشراها مش عاوزاها طبعا اعصرها، عاوزاها كده ايه زي ما انتم شايفاها كده محتحته يعني. وكمان بشرت بصلايه. هاخد حبه كده من الخضره دي حاساها كتير. وهاخد الفلفل الحار كده زي ما انتم شايفاني كده بالظبط. هي دي الخلطه اللي انا هحشي بيها السمك. خلطه بجد بجد رائعه، حباكم تعملوها. ما حصلتش انا معتمده طبعا على احياء السمك، بس ممكن احط حته توم صغيره كده وهعصر عليها ليمون. اهم حاجه عصير الليمون في السمك بيدي طعم فظيع. زي ما انت شايف كده الليمون هعصر عليها الليمون بالطريقه دي. رجعت لكم يا حبايب قلبي دلوقتي. زي ما انتم شايفين السمك بتاعي انا حشيته الحشوه بتاعته دي. الخلطه دي بتخلي السمك ليه مذاق وطعم رائع بجد بجد، حباكم تعملوه.
ولو حتى جربتي سمكايه واحده بس وانت بتقليه او انت بتشويه عشان تجربيه وتشوفي، لان بجد بجد لما تجربيه هتشوفي ريحته وطعمه قد ايه لذيذ وجميل. وهنا زي ما قلت لكم احنا هنعمل سمك بالفريك. انا جايبه كوبايه ونص فريك، نقعته هنا في الطبق ده بعد طبعا ما اتنقى واتهوى وبقى زي الفل. نقعته هنا الفريك بتاعي في ميه سخنه، وهنا في نفس الصينيه عشان خاطر انا ما اخدش مكان او ما اوسخش يعني ايه مواعين كتير. في نفس الصينيه اللي انا هحط فيها السمك في الفرن فرمت بصلايه وهحمرها بالزيت، وهنا عصير الطماطم بعدين هضيف عليها عصير الطماطم على اساس هسيب التسبيكه بتاعت الفريك كده. انا قلت لكم على التكايه دي او الخطوه دي لان انا قبل كده عملت سمك بالفريك ونزلته في القناه، ممكن احط لك كمان اللينك الفيديو في صندوق الوصف لو حبيته. وهنا السمك بتاعي ده انا هقليه عادي خالص زي ما انت شايفاه كده، حشيناه وبقى زي الفل ومتبل 100%. خلاص انا كده زي قلت لك الخطوات اللي جايه، راح احمر البصله بتاعتي وهعمل التسبيكه وهقلي السمك هحطه في الدقيق عادي وهقلي السمك بتاعي، وكمان هحضر السلطه والطحينه ونغسل الجرجير بتاعنا ونجهز الاكل كده. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه وهرجع لكم تاني ان شاء الله. زي ما انتم شايفين خلاص البصله كده لونت معايا، حطيت لها فصين من الثوم المفرومين وهضيف لها عصير الطماطم. هسيبها تتسبك كويس جدا كمان، وبعدين اضيف لها كوبايه ميه تاخد غلوه مع بعضيها، وهوريكي هنعمل ايه مع بعض خطوه بخطوه في احلى صينيه سمك بالفلفل. حبيبي اتسبكت معانا التسبيكه بتاعت السمك هنعمله بالفريك. احط لها كده كوبايه ميه كبيره وهسيبها كده خلاص تاخد لها غلوه بس مش اكتر من غلوه، وهضيف لها على طول الفريك اللي انا نقعاه وكمان السمك اللي انا قليته، السمك البلط اللي انا قليته. هضيف الحاجات دي كده يلا نضيف الفريك بتاعنا عليها كده، نحط رشتين 3 كده من الفريك مش هكتر عشان خاطر الفريك زي ما انتم عارفين كلكم عارفين ان الفريك لما بيستوي بينفش. خلاص انا كده هسيبكم عشان ما اطولش عليكم. هحط السمك وهحط على طول الصينيه بتاعتي في الفرن. انا حطيت الحقيقه بتاعها زي ما قلت لكم، حطيت فصين من الثوم وملح وشطه وبس كده، وهحطها على طول على الفرن. ان شاء الله هتاكلي احلى صينيه سمك بالفريك من الاخر، بس تتبعي الخطوات بالظبط. قلبي خلاص زي ما انتم شايفين احنا دي اول حاجه عملناها برضو مع بعضينا من الحاجات الجميله. الطحينه بتاعتنا سلطه الطحينه جميله جدا، وكمان عامله معاها سلطه حمراء. وهنا الجرجير طبعا ما شاء الله عليه، الخضره اليومين دول ما شاء الله طالعه عليها لونها جميل وكتير، وبدات الخضره كده طبعا في فصل الشتاء بتبقى جميله جدا جدا. وهنا صينيه السمك بالفريك طالعه جميله بجد بجد زي ما انتم شايفينها كده تحفه. وحطيت لها قرنين فلفل حار كده، دول انا هاكلهم بيتشووا كده بيبقى منظرهم جميل. بصوا شايفين الفريك جميل بجد بجد روعه والله العظيم تحفه. حباكم تعملوه من الاكلات اللي انا بحبها جدا جدا مع السمك. بحب اعمل دايما سمك بالفريك. شايفين السمك مستوي ازاي وجميل ازاي ولحمه ابيض زي الفل. وهنا السمك المقلي اللي انا قليته معاكم النهارده بطريقه جديده، اول مره انزلها في القناه بتاعتي. سمك انا حشياه خلطه جميله جدا. شايفين الخلطه بتاعتنا بتخلي السمك طعمه جميل جدا وريحته ما اقولكمش عليه. طبعا كلنا بنحب البصل مع الطماطم مع الكزبره والبقدونس والفلفل الاخضر والتتبيله الثوم والكمون، بتدي طعم ما اقولكمش عليه قد ايه جميل جدا جدا. ده غدانا النهارده، يا رب يعجبكم يا رب يحوز على اعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله تشجعونا وتعملوا لنا لايك، واللي يشوف اول مره قناه ابداعات فرح يا ريت يشترك. وان شاء الله ان شاء الله انا اوعدكم هنزل لكم كل جديد حبايب قلبي على قناه ابداعات فرح. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.